سلام اخواتي، ان شاء الله تكونوا غايه وانتم تشوفوا في الفيديو تاع اليوم. درت لكم وصفات مختلفه، ان شاء الله جربوهم وتخلوا لي ارائكم في التعليق. ما تنسوناش بالجيم وتعليق هكا باش يوصلكم كل جديد. اللي ما عندهاش حسابي تاع التيك توك غادي نخليه لها في اول رابط مثبت هكا باش تشوف الوصفات قبل لا نحطهم هنا على اليوتيوب. هنا اول وصفه درت لكم المطلوع اللي جا بزاف هشيش وصحي. دائما ندير لكم الوصفات الصحيه. هنايا ما درتش فيه فقط الفارينه، ودرت فيه دقيق القمح الكامل. كما تقدروا تشرو هذيك الفارينه اللي تجي مخلطه فيها القمح وفيها الفارينه. انا هذاك القمح دائما نديره مع الفارينه في بلاصه السميد. درت مغرف تاع خميره تاع الخبز ومغرف تاع ملح، ونجيب الماء دافي ونبدا نعجن في الخليط تاعي. هنا ما لازمش تيبسوها العجينه، كما نعرفوا القمح هذا كيشرب لنا الماء بزاف. وغادي هاد العجينه كل ما تطلع لي نعاود ندير الماء في يدي ونعاود نهبط هذاك الغاز اللي تكون دارته لنا العجينه بالتفاعل تاع هذيك الخميره تاع الخبز. هنايا نعجنها الخطره الاولى كما تشوفوا معايا. دائما تعاوني يدك بالماء هكا باش كما قلت لكم ما تجيناش العجينه ناشفه. نخليها تطلع مرتين ونعاود نهبط لها هذاك الغاز، ومن بعد نجي باش نشكلها معاكم. تشوفوني كيفاش درت هذا المطلوع اللي يجي صحي وهشيش وخفيف، والبنه ما نحكي لكمش. اذا جربتي هذا المطلوع راح يولي لك ادمان، راح تولي تخدميه غير هو، غادي تنسي كاع المطلوع اللي كنتي تخدميه. هنايا لازم تبلعي عليها مليح باش هكا تطلع لك غايه، ولا ديريها في مكان يكون دافي. هنا نجو للوصفه الثانيه اللي هي الشاربات اللي شت بزاف البنات يحوسوا على هذه الوصفه، ووصفه سهله وفي المكونات تاعها كاع ما غاديش تقولي تخمي فيهم، لانه غادي تلقيهم في كل بيت جزائري، غادي تلقي هذه المكونات. هنايا هاد الزيت اللي تعقلوا معايا درتها في التحضيرات تاع شهر رمضان، يعني درتها قبل لا يدخل علينا رمضان بايام. وعندي حبه تاع ليم. كما نعرفوا الليم احنا نشروه غير نبغوا ندسوا هذاك لو زيت ونعصروه هكا باش نوخروا على روحنا. بصح كي يكون عندك هكا فري تبغي تخدمي بيه باش ما يضيعلكش. هنا درت شويه من لو زيت تاع هذيك الحبه تاع الليم، ومن هذاك اللي كان عندي كونجولي درت هنا عبار تاع سكر. وانتي تقدري تتحكمي في السكر على حساب الكميه وعلى حساب يعني حبه تاع الليم اللي درتي. انا درت حبه واحده فقط، غادي تشوفوا شحال دارت لي كميه، وكل واحده كما قلت لكم تضاعف المقادير على حساب الكميه اللي تبغيها. هنا درت واحد ياغورت بيضاء الليمون، هو اللي غادي يعطينا بنه لهاد الشربات تاعنا. ونضيف عليها عبار ولا زوج تاع الماء. وهنا نجي لهذيك الحبه تاع الليم اللي رابيت لوزيست تاعها، غادي نقطعها بهذا الشكل باش تسهل عليا نقلع لها هذيك القشره وما تجينيش مره، باش ما يقعدناش لاصق فيها هذيك البيوضيه. نقطعها مكعبات ونقلع لها الزريعه اللي تجي من الداخل، ونضيفها للمكونات اللي درتهم من قبل. وكما قلت لكم اللي تبغي كميه كبيره تزيد غير مقادير ضاعفهم. انا درت هذه الكميه تساعدني. وتخلطي كاع هاد المكونات في برا، ولا تطحنيهم ببلندر ولا باي حاجه عندك. مهم تميكسيهم بهذه الطريقه باش المكونات كاع يتخلطوا لك مع بعضهم. هنايا بعد ما طحنتهم مليح غادي نضيف عليهم الكميه اللي بقات لي تاع الماء. توجور عبرت لكم بهذاك البول باش تعرفوني شحال ضفت ماء. ضفت 3 من هذا البول، وهذوك زوج اللي درتهم من قبل ثم 5 تاع العبر تاع الماء. هنايا هذا هو المكون اللي قلت لكم عليه، نديرو فقط رشه خفيفه منه اللي هو ليكستري تاع مع زهر.
اذا هذه الوصفه جربتها عده مرات، درتها بالاكستري تاع الشاربات بكاع الاذواق. ما جاتنيش بنتها مليحه كيما درت لها الاكستري تاع المازهر. جربوها ان شاء الله تعجبكم وتولوا تولوا تجربوا غير هذه الوصفه تاع الشاربات اللي درتها لكم اليوم. هنايا باش تحطيها في التقديم لازم تصفيها من هذوك القشور اللي درناهم في البدايه، هذوك فقط باش يعطونا البنه. نصفيها ونحطها هكا في هذا اللي يقدموا فيه غراف ولا اي حاجه عندك، ديكاغاف ولا اي حاجه. وهاد الشربات اللي حضرتهم معكم لازم تخليهم يبردوا مليح في الثلاجه. انا نوجدهم صباح ونخليهم في الثلاجه. كي نجي باش نقدمهم نلقاهم باردين، يولي هذاك الاخر تاعهم الشاغم تاعهم كي يكونوا باردين يقلعوا لك هذيك البنه تاع الماكله، يقلعوا لك هذيك القهمه. هنايا درت لهم طرونش تاع الليم ونخليهم هكا باش تشوفوا معايا كيفاش يجي الشكل تاعهم. ان شاء الله تجربوهم. اذا نفوتوا المطلوع تاعنا هكا باش نعاودوا نديغازوه ونديروه في السميد رطب هكا باش نخلوه يطلع للمره الاخيره، ما نخلوش يطلع بزاف. هنايا نستعمل هاد لي سيت دو طابل اللي يجوا هكا بخطين، بما انه غادي نطيب في الطاجين تاعي اللي جاي هكا. قلت ندير هاد الفكره بالك تساعدني وساعدتني صراحه في الساعه ترفدي هذيك المطلوعه وطيبيها، ما غاديش تغبنك. كانوا عندي هذوك طلاعات اللي يجوا مخدومين بالكتان، ما ساعدونيش صراحه، يجوا صغيرين وما ماهمش براتيك. جربت هذا الاخرى، هذا السيت دو طابل وساعدتني، قلت نشاركها معاكم. هنا خليتها طلعت فقط 10 دقائق، ونجي نسخن الطاجين تاعي ونديرها الطيب حتى نشوفها بدات طيب من تحت باش نقلبها. وما تخلوهاش يعني تيبس لكم المطلوعه. كي تشوفوها تحمرت مليح سي بون صايرها طايبه هكا. واللي تشوفيها من الجوانب ماهاش طايبت لك تفوتيها على الجوانب وتحمريها. هنا نقسم لكم باش تشوفوا كيفاش تجي خفيف هذاك المطلوع. وهنا بالنسبة للوصفة اللي درتها معاكم اليوم هي الجلبان بلي طرونش هكا تاع اللحم تاع بقري. كامل نعرفوا ننصبوا هاد المرقة. درت حبة بصل مرابية، درت اللحم تاع بقري تقلى، ضفت عليهم ورقة تاع رند وعود قرفة والجلبان، ودرت توابل الملح وشوية تاع حبة كحلة وشوية تاع كركم وشوية تاع سكنجبير وزريعة القزبر مطحونة. هذا المكون اللي يخلي الجلبان تاعنا مليح. هنايا بعد ما طاب لي هذوك المكونات جبت هذاك القرنون ولا قرناع ولا كل واحد كيفاش يسميه، نقيته مليح، درت له الليم باش ما يكحلش وسفسفته من الفوق وبلعت عليه كيكوطه 5 مينوت كان واجد، وخليته هكا باش تعقد لنا هذيك المرقه تاع الجلبان. نجي طبق التقديم نحطها لكم باش تشوفوا كيفاش يجي بزاف بنين. ان شاء الله تجربوه وصحي، ماش يعني ماش حاجه اللي تشدك في الخدمه، فقط ديري كلشي في الكوكوطه وتخليه يطيب ويجيك بنته روعه. هنا سلسفت هذوك الحبات تاع القرنون، حنا نقولوا له في منطقتنا كيما هكا، وحطيت هذاك اللحم في الوسط. وهنايا هذيك المرقه كما قلت لكم خليتها تزيد تتجمر باش تجيني هكا عاقده وتجي تجي بنينه. هنا تقدروا تضيفوا لها لي فريت، انا افضلها بهذا الشكل هكا باش يكون هذاك الديكور يكون فقط بالقرنون. هنا نقسم لكم تشوفوا كيفاش جا. ان
شاء الله يعجبكم وصفاتي. ما تنسوش الجيم اخواتي هكا باش نحط لكم الوصفات. وما تنسوش تزوروا الرابط تاع تيك توك لاني نحط فيه يوميا الوصفات. اليوتيوب يبغي المونتاج، يبغي حتى نكمل المونتاج باش نحط لكم فيديو.